تلاقي نفسك قاعد طول اليوم كويس، تيجي عند الساعه 12 بالليل الجوع العاطفي يحل عليك، تحس ان انت عايز تفتح الثلاجه تاكل كل حاجه فيها. ده بنسميه الجوع النفسي او العاطفي، بسبب ضغوطات الشغل وبسبب ضغوطات يومك وبسبب مشاكل نفسيه واجتماعيه. الجوع النفسي او العاطفي ده مش حله ان انت تعمل دايت او تقلل اكلك او انت عندك مشكله في الشكل، انت عندك مشكله في النفسيه ومشكله في التحكم في الاكل. الحل هنا بيكون ان انت تواجه المشاكل النفسيه باشكال مختلفه. يعني بدل مثلا ما انت قاعد في البيت انزل العب رياضه او انزل اتمشى، بدل انت قاعد ما بتعملش حاجه دور على اي حاجه مفيده تعملها. واجه الضغوطات النفسيه اللي انت بتشوفها بشكل تاني غير موضوع الاكل، لان انت لو عودت نفسك ان انت كل ما تتضايق هتقوم تفتح الثلاجه وتاكل، بعد فتره هنجيبك وانت وزنك معدي ال 120 و130 كيلو، وهتلاقي نفسك دخلت في سمنه مفرطه ومش عارف تتحكم فيها، وهتكتسب عادات سيئه طول الوقت، وكل شويه هتلاقي نفسك ادمنت الموضوع وزودته. الحل هنا ان انت تغير عاداتك الصحيه وتواجه مشاكلك النفسيه باشكال مختلفه غير الاكل.